مع دخول الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مراحلها الأخيرة، بدأت الصورة تتضح بشأن مواجهات ثمن النهائي، خاصة منها تلك التي سيخوضها المنتخب الجزائري. وسنتعرف في هذا الفيديو على الخصم القادم للمنتخب الجزائري الذي اجتاز الدور الأول بنجاح وتصدر مجموعته عن جدارة واستحقاق. ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا بانتهاء مباريات اليوم قبل قليل بفوز كل من منتخب السنغال والكونغو الديمقراطية، تعرفنا على ترتيب المجموعة الرابعة والتي احتل فيها رفقاء ساديو ماني المرتبة الأولى، بينما جاء الكونغو في المرتبة الثانية، وعليه سيكون هذا الأخير هو الخصم القادم للجزائر في الدور ثمن النهائي. منتخب الكونغو الديمقراطية الذي خطف الأنظار فهو في مصاف مالي وبوركينا فاسو، مدعم بلاعبين محترفين في مختلف الدوريات الأوروبية، ومتعطش للانتصارات، ويلعب بروح قتالية واندفاع بدني كاسح يتعب المنافسين. وستكون المواجهة قوية وحاسمة بين الجزائر والكونغو الديمقراطية، وليست سهلة بتاتا، وعلى الطاقم الفني للخضر التفكير فيها من الآن والتحضير لها من جميع الجوانب من أجل إنهائها لصالح الهداف والقائد رياض محرز. وستكون مباراة غينيا الاستوائية بمثابة محطة تحضيرية لمباراة دور ثمن النهائي. وأنتم مشاهدينا، ما رأيكم في خصم الجزائر القادم؟ وهل بإمكان الخضر تجاوزه والتأهل للدور ربع النهائي؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.